السلام عليكم. ازيك يا صديقي؟ عامل ايه؟ اخبارك؟ عامل ايه في اخر شهر في ايام المراجعه؟ تمام؟ اتمنى انها تكون ايام سعيده كده عليك يا رب، تكون جايب اخرك. ثانيه واحده واجيب الشاي واجيلك. وادي جبنا الشاي وجينا نتكلم بقى في المهم. طالب ثانويه عامه وازهريه، حاسس ان الدنيا بتضيع منك، عايز تجيب مجموع فرح لك. ان شاء الله الفيديو ده ليك ومش هاخد من وقتك كتير. تمام؟ ويلا. قد صرت طبيبا يا بشرى، ما خاب رجاء ليالينا. قد بات عنائي ذا ذكرى، واليوم تفوح أمانينا. من ريفك يا مصر أتيت، بيداي طموحي لا أكثر، ورأيت النور فسعيت في رحاب ضيائك يا أزهر. يا مسجد قوم قد طمعوا وأرادوا الدنيا والدين، بشرانا أنك مسجدنا، أبناؤك نحن فآوينا. شهر 5 يا صديقي هو شهر تحول في حياة أي حد في ثانوية عامة، من طالب متنح لتنين مجنح. تمام؟ تمام. شهر 5 هو خلاص، يعني احنا بنكتب السطور الأخيرة في الرحلة الخاصة بك أنت. فحاول على قد ما تقدر إنك ما يكونش عندك اهتمام في الفترة دي غير بدراستك بس. تمام كده؟ تمام. رقم واحد النفسية، ثم النفسية، ثم النفسية. حط نفسيتك كده في كوباية ازاز زي دي وغطي عليها، ما تخليش حد يجي جنبها خالص. عارف انك الفترة دي بتمر بتقلبات مزاجية، وعارف انك محبط، بس ده مش معناه انك ضعيف، ده معناه انك انسان عادي بيتأثر بالحاجات اللي حواليه عادي جدا. تمام؟ تمام. رقم واحد موضوع النفسية ده، درجات الشوامل ما تخليهاش تأثر ابدا عليك خالص. ان انت تبقى معاك لحد 5 شوامل 6 شوامل مالكش دعوة، اتعلم. انت لحد دلوقتي ما تعودتش انك تمتحن على ماده كامله، فاول 5 6 شوامل انت كده تمام، انت بيرفكت. انا هات 2 من 60، هات 5 من 60، هات 20 من 60 ولا اي حاجه خالص. بس ثانيه واحده بقى، الغلطات اللي بنغلطها نطلعها في ورقه خارجيه. كل ما اخش على شامل تاني انا بذاكرها، كل ما اخش على شامل تاني انا بذاكرها. لو نفس الشامل غلطت فيه غلطه والشامل اللي بعديه غلطت فيه نفس الغلطه، انت كده بتهرج. احنا كده بنهرج، هنغلط في الغلطه مره واحده، مرة واحدة مش هنغلطها تاني خالص. مرة واحدة، مرة واحدة، وكفى الله المؤمنين شر القتال، مش هنغلط فيها تاني أبدا. تمام. في حاجة صغننة خد بالك منها، أبوك وأمك خايفين عليك، أبوك وأمك ما لهمش غيرك. عادي يدوك كلمتين في جنابك، عادي. إيه يعني؟ أبويا وأمي لو ما ادونيش كلمتين في جنابي مين هيديك يعني؟ لو أبوك وأمك ما ادوش كلمة في جنابك مين هيديك؟ ما عندهم غيرك يا ابني، ما عندهمش حد غيرك. فعادي، هم بيقولوا كده ليه؟ خايفين عليك، هم خايفين عليك بس خالص. مين فينا ما بيتهزاش من ابوه وامه؟ هي الحياه تحلى من غير التهزيق، صح ولا ايه؟ لازم كده ارصد في ودني كده، يا ابني هم مش خايفين غير عليك. تمام. فانت بقى كطالب في الفتره دي ومضغوط من المواد وقاعد تعمل ايه؟ الكلام اللي يخش من هنا اللي انت عايز تسمعه بس، الباقي يخرج من الناحيه التانيه. افتكر قلت في اول فيديو النفسيه زي الكوبايه دي كده، مش عايز اي حاجه تاثر عليك. خلصنا من رقم واحد، خلصنا من رقم واحد. عم اشرب شاي يا عم، انا لو ما اجيب كوبايه شاي ليه؟ يعني اشرب شاي وانت لا؟ روح يا عم هات كوبايه شاي وتعالى، مش هوديني مش هطير. خلصنا يا عم شرب شاي، نخش على الحاجه التانيه. علاقتك بربنا، علاقتك بربنا، علاقتك بربنا. الصلاه ثم الصلاه ثم الصلاه. كيف لك ان تتوقع يا صديقي المؤمن انك توفق وانت ربنا غضبان عليك، وانت ما بتلبيش النداء، وانت حتى يعني مفيش حال بينك وبينه، مفيش بينك وبينه اعمار زي ما بيقولوا. ايوه يعني اي نعم انت عبده، بس هيوفقك ليه؟ انت واحد يعني فاكر في ذنب كده اللي هو قال عبدي اذنبت، قال لما اذنبت، قال نسيت، قال اليوم انساك، اليوم انساك. فحتى لو علاقتك بربنا طول السنه كانت حلوه، فالشهر ده خلي علاقتك بربنا تمام. بتذاكر ومدرك المذاكره، سمعت الاذان روح صلي. الربع ساعه دي هي اللي هتدخلك الجنه وهي اللي هتوفقك، مش هي دي يعني اللي هتدخلك الكليه. كم ضيعنا من 4 ساعات وكم ضيعنا من ساعات يعني؟ مش جت على الربع ساعه بتاعت الصلاه، هي ساعه يتيمه بنصلي بيها في ال5 صلوات كلهم. تمام. تمام.
خليك راجل مع ربنا. عيب الصلاة تأذن وانت تفضل قاعد. تمام؟ رقم 2 يعني خلي في صدقة، قيام، اي حاجة كده من الحاجات الحلوة اللي انت عارفها دي. حاول يكون في اي حاجة من الحاجات دي. ده كده بالنسبة لعلاقتك بربنا. اشرب بقى شاي وارجع لك. خش على رقم 3. ذاكر كويس جدا جدا جدا. اذاكر ازاي؟ والله يا دكتور انا اقول لك تذاكر ازاي. طبعا انت عارف ان في مراجعات نهائيه بتنزل، والمراجعات النهائيه بتنزل دي شرح وحل. طب انا واحد كنت مذاكر قبل كده، يا باشا ذاكر شرح، اسمع الشرح، خلاص سمعت الشرح، خش ريفرش كده على المذاكره بسرعه، ريفرش كده سريع، اسمع يا باشا، راجع كده من الكتاب انت من المصدر اللي انت بتذاكر منه طول السنه. ما تغيرليش المصدر دلوقتي بعد اذنك. المصدر اللي انت كنت بتذاكر منه طول السنه ذاكر منه دلوقتي. خلاص كده؟ خلاص. بعد كده خش حل. الحل ثم الحل ثم الحل يا صديقي. اقسم لك بالله الحل هو الجوكر بتاعك في الشهر ده. حل كتير، جمع افكار كتير، وده طبعا اغلب المدرسين موفرين، فانت مش هتتعب في حاجه، انت هتتعب في انك تحل بس. تمام. نيجي النقطه الثانيه واللي الكل بيغفل عنها، الشوامل ثم الشوامل ثم الشوامل. بس بالله عليك حاجه صغننه كده، ما تديش تقييم خاطئ لنفسك. انت لسه ما خلصتش مراجعه، فما تديش تقييم خاطئ لنفسك. شوف الفصل اللي انت راجعته مستواك فيه كان عامل ازاي قبل المراجعه، ومستواك بعد المراجعه فيه عامل ازاي. بلاش تدي تقييم خاطئ لنفسك لو سمحت. تمام. ما تقوليش لو انا مكانهم كنت زمان عملت كده، يعني لو انا بمتحن الامتحان ده السنه اللي فاتت كان زمان جبت الدرجه دي. لا، انت لسه ما خلصتش منهجك، لسه معلش ما حلتش شامل ولا 2 ولا 3 مع مدرسك بنظام، لسه معلش ما اتعلمتش من الاخطاء، لسه ما شفتش ليالي الامتحان. تمام. ده رقم 3 بالنسبه للمذاكره، مش عايز ارغي فيها كتير عشان وقتك بس. تمام. رقم 4 نومك يا صديقي. نومك ثم نومك ثم نومك لازم يتظبط. لازم تكون معود مخك انك الساعة 9 الصبح قاعد بتذاكر وتحل شوامل وبأقصى قدرة، يعني طلع أقصى قدرة إنتاجية عندك. ما تقوليش بقى لا والله أنا كائن ليلي، أنا هنام، أنا هذاكر بالليل وأصحى أنام الصبح. يا حبيب قلبي خلاص، أنت لو ثانوية أزهرية في امتحانك 29/5، ولو ثانوية عامة في امتحانك في نص 6، خلاص هتعود. لازم تعود نفسك من دلوقتي، لازم ان انا خلاص الساعه 9 الصبح انا قاعد بحل، انا قاعد في كامل قواي العقليه ان انا اعمل اي حاجه. اصعب مساله ان انا افكر فيها واطلعها صح كمان. تمام كده. فنومك لازم يتظبط. تمام. رقم 5 ذكر نفسك بهدفك. انت ليه بدات السنه؟ شوف كده، انا يا رب اقعد كده مع نفسك دقيقه واحده، ما تسرحش كتير بعد. ذكر نفسك بكده، انا ليه بدات السنه؟ ايه اللي خلاني اخش ثانويه اصلا؟ ايه اللي خلاني اصرف الصرف ده كله والفلوس دي كلها؟ اللي خلاني اعمل المجهود ده كله، اصحى الساعه 6 الصبح اروح دروس واركب مواصلات واقعد بالثلاث ساعات ولا 4 ساعات في الدرس، وبعد كده تاني ارجع 3 ساعات و4 ساعات احمل واجب وحاجات كده. تعب. ايه اللي خلاك على كده يا صديقي؟ ايه اللي رغمك على كده؟ في حلم عايز اوصل له، في حلم في ناس في البيت عايزينه. تمام. تاني فكر نفسك ليه بدأ. خلي حلمك قدامك وابوك وامك وراك وزعلهم وراك. حلمك يشدك، ولما تيجي حلمك يشدك من وراك زعل ابوك وامك ايه؟ كانه حافز ليك كده تتقدم. تمام. نصيحه اخويا بالله عليك، شيل الشغف والهبل ده من دلوقتي خالص من المعادله. لا في شغف ولا في مزاج ولا في اي حاجه. انا دلوقتي مسؤوليه، ومسؤوليه كبيره جدا عليك. المسؤوليه بس هي اللي هتحركك. تمام. بقى يا عم بقالي كتير ما شربتش الشاي يا عم. نيجي بقى للسلاح القاتل اللي هيقتل اي حد في ثانويه عامه، المقارنه. اعرف دايما انك في سباق مع نفسك، انت مش في سباق مع حد، انت في سباق مع نفسك. كل يوم بتحاول تحسن من نفسك. قارن نفسك، ما تقارنش نفسك بزميلك، ما تقارنش نفسك باي حد. انتوا عاملين ايه دلوقتي يا رجاله؟ مالكش دعوه انتوا عاملين ايه دلوقتي يا رجاله. انا دلوقتي في مثلا في الماده دي عامل ايه، ومن اسبوعين كنت عامل ايه، النهارده عامل ايه، وامبارح كنت عامل ايه. انا بقارن نفسي بنفسي. مستواي امبارح ومستواي النهارده هو ده المقياس اللي بقيس عليه. تمام. رقم 7 هذا لا يمنع انك في ايام المراجعه والدنيا دي يكون ليك نص ساعه حتى تقعدها مع نفسك كمكافاه ليك يا اخي.
عشان تقدر تكمل بعد كده. كمل، انت داخل على مدعكه عايزه راجل وعايزه حد كده ناشف. فمفيش مانع من كل يوم قبل ما تنام كده نص ساعه اخرج مشي رجليك، شم هوا، افصل نص ساعه دي وارجع نام، وربنا يعينك ويوفقك يا رب. واتمنى يعني ان الفيديو يكون فادك ولو بجزء بسيط، اتمنى يعني. وما تنساش بقى تدعي لنا يا عم، ولايك، كومنتات، لايك، شير، سبسكرايب. كان معكم دكتور ابراهيم محمود المعاطي. ما تنساش تخش جروب التليجرام اللي في تحت اللي في الفيديو. ما تنساش تخش جروب التليجرام، هتلاقي تحت في الوصف. بنعمل حاجات حلوه هناك يعني. ما تنساش بقى شير الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.